يا ترى هو العالم بقى مكان وحش؟ ليه بقى الخوف مسيطر على حياتنا؟ من أول ما بنصحى لحد ما بننام بنلاقي نفسنا متحوطين بأخبار صعبة ومؤلمة، حروب، غلا، قتل وأمراض. وللأسف بقينا عايشين حياة مليانة توتر وقلق. بنصحى كل يوم خايفين من حاجة جديدة هتحصل. بس السؤال هنا، هو العالم فعلا بقى مكان مخيف؟ ولا في حاجة خلتنا شايفين الدنيا كده؟ أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. في البداية حابة أشكر كل حد بيدعمني وبيعمل تقييم للبودكاست على سبوتيفاي وعلى أبل بودكاست أو أي منصة تانية. فعلا التقييمات دي بتساعدني جدا جدا وبتساعد البودكاست إنه يوصل للناس. وشكرا لكل تعليقاتكم الحلوة على سبوتيفاي، أنا ممتنة ليها جدا، وأسفة لو مش بتلاقوا رد لأن مش بيظهر عندي أوبشن إني أرد. مش عارفة دي مشكلة عندي ولا الأوبشن أصلا مش موجود، فلو حد يعرف ياريت يقول لي، هكون شاكرة جدا. وبجد ممتنة جدا ليكو ولدعمكم. وخلينا دلوقتي ندخل في موضوع الحلقة. لو حاسس عزيزي المستمع إن الحياة بقت غامقة وما فيهاش حاجة حلوة، فأنا جاية النهاردة أقولك إن في حاجة أثرت عليك خلتك تشوف الدنيا كده، وإنت تقدر تتحكم فيها وتمنعها وتغير النظرة التشاؤمية اللي منكدة علينا حياتنا. الحاجة دي هي التحيزات السلبية، ودي اللي بتشوه العدسة اللي بنشوف بيها مواقف معينة، فبتخلينا نشوف الوضع أسوأ من الحقيقة، وبتخلينا دايما نتوقع الأسوأ وحاسين إن في مصيبة مستخبية لنا بكرة. التحيزات السلبية هي اللي بتخلينا نحكم على أشخاص معينة من غير ما نكون اتعاملنا معاهم، وبتخلينا ندور على حاجات تأكد لنا اللي في دماغنا، مثلا إن كل حاجة هتبوظ أو إن فلان ده شخص وحش. بتخلينا نفسر تصرف ممكن ما يكونش له أي معنى على إنه هجوم أو خبث أو إن الشخص ده مش سالك. وبتخلينا ما نشوفش الإيجابيات في أي حاجة، حتى في أبسط الحاجات. يعني لو حد سألك عامل إيه النهاردة، أول حاجة هتفتكرها هتكون حاجة وحشة حصلت في يومك. وحتى لو في يوم انت بتفرح بحاجة وصلت لها، هتلاقي نفسك بتفتكر الحاجات الوحشة والتعب اللي حصلك لحد ما وصلت ومش عارف تفرح بنجاحك. التحيزات السلبية بتخليك تعمم انك تشوف يوم وحش بالكامل لمجرد ان حصلت فيه حاجة واحدة بس سيئة. ان حد يعمم ويقول مفيش حد مرتاح في حياته، محدش مبسوط في جوازه، كل الرجالة خاينين، ده اللي معاه فلوس كتير ده أكيد حرامي. التعميم اللي بيخليك شايف كل حاجة وحشة مش بتحلل الموقف اللي قدامك صح وتشوف الإيجابيات والسلبيات. السؤال هنا، هو احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ ازاي التحيزات السلبية دي بقت هي الطريقة اللي بنفكر بيها وأثرت على الطريقة اللي بنعيش بيها، على قراراتنا وعلى اختياراتنا؟ ويا ترى ازاي نقدر نتحكم فيها ونشوف العالم على حقيقته، الحلو والوحش من غير مبالغة؟ في الأول خلينا نتعرف على أنواع التحيزات السلبية. أول حاجة السلكتيف اتنشن أو الانتباه الانتقائي، وده لما الشخص بيركز على المعلومات أو التجارب السلبية أو يقلل من الإيجابيات. ومثال واضح لده الأخبار، تلاقي الأخبار كلها بتركز على الكوارث والحوادث والمصايب. حتى طريقة كتابة الخبر دايما بيكون فيها تهويل وعنوان يشد، وتدخل تشوف الخبر تلاقي مفيش حاجة مستاهلة العنوان الفظيع ده، لكن للأسف اللي بيثبت جوه دماغك هو العنوان مش الخبر. من يمكن 10-15 سنة كده كنت بحب أتفرج على برنامج بالليل علشان كان المذيع بيبقى دمه خفيف ومسلي، لكن حصلت طفرة كده في البرنامج خلت التوجه الأغلب سياسي. فبقى المذيع ده بيطلع كل يوم يصوت ويولول، الحقوا اللي بيحصل، مصر بتضيع، بنغرق، اللي معاه دولار يلحق يبيعه. وبقى البرنامج عبارة عن جرعة مسائية من التوتر والقلق، وانت حاسس ان خلاص كده الدنيا بتنتهي، احنا هننام نصحى نلاقي نفسنا في الشارع. وبنفس الطريقة دي بقت كل البرامج بتشتغل، لازم تجيب الكوارث والمصايب وتغطية ساعة بساعة لأي حدث، مع طبعا التهويل والولولة. دي بالنسبة لهم مصلحة وسبوبة، وكل ما هتزيد ويقعدوا يهروا كل ما هيدخل لهم فلوس أكتر. لكن اللي بيحصل لما بتكون متحوط بالطريقة دي في عرض الأخبار والحوادث اللي بتحصل زيها في كل الدنيا لأنها واردة جدا، لكن انت بتبدأ تشوف العالم بالشكل ده، بقى ده منظورك عن الواقع. تصحى الصبح متعبي بالقلق اللي اتفرجت عليه في البرامج والأخبار،
وللأسف الموضوع مش بيبقى على قد يوم ولا على قد خبر واحد، هو كل يوم في حاجة جديدة، الموضوع مش بيقف، ما هو ده أكل عيش، ومفيش أي تركيز على أي حاجة إيجابية، ولو في بتكون صغيرة أو بتتعرض بشكل صعبانيات برضو علشان ده اللي بيشد الناس. مع الوقت بتكون هي دي الطريقة اللي بتفكر بيها. ما هو حد كل يوم شايف الوحش والكوارث والسلبيات والصعبانيات، طبيعي جدا إنه يشوف الدنيا وحشة وما فيهاش أي حاجة كويسة، وبيبدأ ينعكس التفكير ده على حياتك. بتلاقي نفسك بعد كده لو حد بيقيم شغلك وقالك ده كويس وده كويس بس خد بالك ده مش قد كده، تقوم انت بقى تسيب كل الكلام الكويس اللي اتقال وتركز على الكلمة السلبية. حد منزل صورة على السوشيال ميديا وجاله تعليقات كتير إيجابية، جاء تعليق واحد بس سلبي تلاقيه سايب كل الإيجابيات وعقله عمال يودي ويجيب في التعليق السلبي، لحد ما بيوصل الموضوع لتفكيرك في نفسك، تنسى أي حاجة كويسة عملتها وتفضل تفكر في كل حاجة غلط أو كل فشل، وتفضل تنتقد في نفسك وتمنع نفسك إنك تتحسن أو توصل لحاجة أكبر. تاني حاجة البروجكشن أو الإسقاط، وده بيحصل لما بيميل الشخص إنه يلوم اللي حواليه على حاجات حصلت له. أصلا أنا كده علشان أهلي كانوا بيعملوني وحش، أصلا أنا عصبي علشان انتوا بتستفزوني، أنا فشلت في كذا علشان فلان وقفلي فيها وبوظها لي. وكأن كل حاجة بتحصل للشخص ده هي خارجة عن إرادته، وبتحصل بسبب الناس مش بسبب اختياراته، وبيبدأ يظهر ده على شكل انتقاد للناس، والانتقاد ده بيكون نابع من عدم أمانه هو ناحية حاجات هو مش حاببها في نفسه. بيظهر على شكل رد فعل مبالغ فيه زي النرفزة أو العصبية أو الغيرة، إن الشخص يبقى عنده توقعات مش واقعية، زي مثلا لو أب محققش نجاح في حياته ويفضل يضغط على أولاده إنهم يحققوا الحاجة اللي هو ما عملهاش. وبيظهر برضو في الصور النمطية إن حد يكون متحيز ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم أو لونهم، ويبدأ يعمم إن كل الأشخاص اللي من المجموعة دي كذا أو كذا. وبرضه بسبب التحيز السلبي ده بيحصل إن الشخص ما يشوفش عيوبه نهائي، وبيكون مركز مع الناس وأخطائهم، لأن ده بيديله إحساس إن هو أحسن منهم. ممكن نشوف ده لما حد بيلوم الضحية ويقول هو إيه اللي وداه هناك، طب هي كانت لابسة إيه، أو حد اتنصب عليه فتقول ما هو اللي كان ساذج، أنا لو مكانه لا يمكن أعمل كده. لأن طريقة التفكير دي بتدي الإنسان نوع من أنواع الأمان، إن اللي حصل لغيره صعب يحصل له. تالت حاجة الباينري ثينكينج أو التفكير الثنائي، وده بيحصل لما بيبدأ الإنسان يشوف الدنيا يا أبيض يا أسود من غير أي احتمالات تانية، يشوف وجهة نظر صح وأي وجهة نظر غيرها هي غلط تماما، حتى من غير احتمالية صغيرة إنها ممكن تكون صح. وده بيظهر في التعصب ناحية الديانات أو الانتماءات، يبقى العالم هم وإحنا، ولو أنت مش معانا يبقى أنت أكيد ضدنا وعلينا، بالرغم ان العالم واسع ويسعنا كلنا باختلافاتنا وآرائنا ووجهات نظرنا. وبيظهر برضو لما شخص بيشوف ان الاختلاف معاه في وجهة نظره على انها اهانة شخصية ليه، وبيطلع منه رد فعل عنيف جدا للي قدامه. بيظهر ده في الاختيارات، لو حد قرر يعيش حياته بشكل مختلف بيلاقي هجوم، لان الناس بتكون شايفة ان اي خروج عن النمط اللي هم ماشيين عليه هو غلط لان هم الصح والقاعدة. وبيظهر برضو لما الناس بتبدأ تبني أفكارها عن حاجة من مشاعرهم وتجاربهم الشخصية من غير ما يكون حاطين في الاعتبار إن كل واحد تجربته مختلفة. يعني لو واحدة اتخانت في علاقة عاطفية بتقول لأي واحدة بتقابلها خدي بالك أصلهم كلهم خاينين. لو حد جرب حاجة وفشل هتكون نصيحته إنك تبعد عنها تماما وما تعملهاش. طيب دي التحيزات السلبية، إيه الحل بقى؟ إزاي نسيطر عليها وما نخليهاش تأثر على اختياراتنا ونظرتنا للحياة؟ وفقا للدكتورة ليا ووترز في سلسلة أبحاثها عن التغلب على التحيزات السلبية، فهي ابتكرت مصطلح اسمه The Power Switch، وفكرته ببساطة إنك تتخيل إن في مخك مفتاح شبه مفتاح الكهرباء كده، وكل ما تلاقي عقلك بيركز على السلبيات تدوس على الزرار وتوقفه. الفكرة كلها محتاجة مننا شوية وعي وتدريب علشان نقدر نشوف الحياة زي ما هي، الحلو والوحش. فدكتورة ليا بتقترح شوية نصايح تخلينا نستخدم الباور سويتش ده. أول حاجة إنك تبدأ بمواقف خسائرها قليلة، يعني تجرب حاجات جديدة من غير ما يكون فشلك فيها معناه نهاية شغلك أو حاجة تسبب لك إحباط. ولما هتبدأ تجرب حاجات جديدة سجل إحساسك كل مرة،
إحساسك الحقيقي مش المبالغ فيه. يعني لو حاجة كانت حلوة اكتب هي كانت حلوة ليه، لو كانت وحشة اكتب الأسباب الحقيقية اللي خلتها كده. وبالطريقة دي بتدرب عقلك يكون عملي أكتر ويشوف المواقف على حقيقتها. تاني حاجة، استخدم الباور سويتش في الحاجات الصغيرة اللي بتتحول لخناقات كبيرة. يعني الخناقات اللي بتبدأ في البيت علشان حد شال حاجة من مكانها وتنتهي بمعايرة بحاجات من 10 سنين، أو لما حد بيرد على رسالة متأخر وبيكبر الموضوع انت شخص ما بيهمكش غير نفسك وما بتسألش في حد. وأي حاجة بتبدأ بحاجة صغيرة وتافهة وتفتح وراها مشاكل كبيرة. والحل إنك لو متضايق في موقف معين تسأل أنا متضايق ليه؟ طب هل ممكن الموضوع ده يخلص هنا ولا هيجر وراه حاجات تانية أكبر؟ تالت حاجة، أول ما تلاقي دماغك رايحة للسلبيات وقفها. بدأت تفكر في حاجة في المستقبل فبدأت تفترض كل حاجة وحشة ممكن تحصل. حد قالك كلمة فبدأت تحلل في دماغك هو يقصد إيه. خبر سلبي قريته ودماغك بدأت تجيب وتودي وتشوف الدنيا وحشة. أول ما يظهر التفكير السلبي وقف ثانية ولاحظ مشاعرك. اسأل نفسك أنا حاسس بإيه؟ متضايق، محبط، غيران. اعترف بمشاعرك وما تخافش منها. وبعدها اختار القوة واسأل نفسك طب هو أنا إيه القوة اللي عندي اللي تخليني أعدي الموقف ده؟ إيه القوة اللي عندي اللي تخليني أتعامل مع الوضع ده؟ يعني حد انتقدك بكلام ضايقك، ابدأ اسأل نفسك طب هو الكلام ده مصدره إيه؟ هل أنا فعلا كده ولا الشخص ده بيحاول يأذي اللي حواليه علشان هو عنده مشكلة؟ ومن غير ما تخلي الكلام ده يأثر على نظرتك لنفسك وتشك في قدراتك. يعني مثلا لو حد معدي جنبك في الشارع وقعد يقولك انت حصان فوشيا، انت حصان فوشيا، هتصدقه؟ أكيد هتضحك عليه. بنفس الطريقة اتعامل مع النقد السلبي، ده مجرد انعكاس اللي جوه الشخص اللي بينتقد علشان هو عنده مشكلة أو نقص. رابع حاجة، قلل الأخبار والسوشيال ميديا. افتكر دايما عزيزي المستمع ان في صناعة قايمة على خوفك من حاجة فتشتري حاجة، خوفك من موقف معين فتبدأ تديله اهتمامك عزيزي المستمع بفلوس كتير قوي، وكل منصات السوشيال ميديا بتتخانق عليه، لأنك كل ما بتقضي وقت أطول كل ما بيتعرض عليك إعلانات أكتر، وكل ما بتكون فرصة أكبر إنهم يوجهوا تفكيرك ويتحكموا في رأيك وتوجهاتك. فخلي بالك دايما من كل حاجة بتقراها أو بتشوفها. جرب كده اقعد كام يوم من غير سوشيال ميديا، هتلاقي الدنيا جميلة وزي الفل. ترندات هتظهر وتروح وأخبار مبالغ فيها وهتطلع وتختفي بنفس السرعة اللي ظهرت بيها، لكن المكسب إنك هتبقى ما شغلتش بالك بحاجات بتعدي وتروح. في النهاية التحيزات السلبية ممكن تخبي عننا الحقيقة، ومن كتر ما احنا تعودنا على التحيزات دي فبقت جزء من الطريقة اللي بنفكر بيها. الحياة مش وحشة قوي زي ما هم عايزيننا نشوفها. التحيزات السلبية دي بتربي فينا الخوف والرعب من بكرة، بتخلينا نحكم على كل المواقف والناس من منظور سلبي ودايما مستنين الأسوأ. أكيد بيحصل حاجات وحشة كل يوم، لكن دي سنة الحياة، فيها الحلو وفيها الوحش. لكن انت اللي بتختار تركز على ايه، وانت اللي بتختار تشوف الدنيا ازاي. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل.